تشريع من البرلمان، وكتلة اتحاد القوى تغيب وتعترض. المجلس النيابي صوت بأغلبية الحضور على القانون. أبرز ما جاء في القانون اعتبار الحشد الشعبي جزءا مستقلا من القوات المسلحة العراقية، وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتتألف من مكونات الشعب العراقي، فضلا عن إخضاعها للضوابط العسكرية باستثناء شرط العمر، إضافة إلى فك ارتباط مقاتلي الحشد بالأحزاب السياسية. هذا الحشد قدم كل هذه التضحيات والدماء دفاعا عن أعراض العراقيين جميعا، وتحريرا للأراضي العراقية ولمناطق تنتمي في الأعم الأغلب إلى مكونات أخرى، ولكن دوافعه الوطنية هي التي دفعته ليكون حاضرا في كل تلك الساحات ويقدم هذه التضحيات. إقرار قانون الحشد الشعبي إنما يمثل خطوة وطنية مهمة. ما شرع القانون حتى توالت ردود الأفعال. رئيس الحكومة حيدر العبادي بارك إقرار القانون، موضحا أن هذه الخطوة لم تكن تحلو لجماعات الفوضى التي عرقلت القانون منذ فترة على حد وصفه. بالمقابل أعلنت كتلة اتحاد القوى أن إقرار القانون يمثل نسفا للعملية السياسية، رافضة أي تسويات ومصالحات في الفترة الراهنة، مؤكدة أن الأغلبية في البرلمان لا يحق لها إقرار بعض القوانين من دون موافقة الأطراف الأخرى. فنحن نؤكد على رفضنا لما صدر من هذا القانون هذا اليوم، ونقول يجب إعادة النظر فيه سريعا، ونقول أن التسوية الوطنية المقدمة الآن من قبل التحالف الوطني سترفض ولن نناقشها أبدا. البرلمان يرى أن دوافع القانون هي حفظ السلاح بيد الدولة وتعزيز هيبتها وتكريما لمن ساهم في الدفاع عن البلاد، لكن هذه الأسباب لم تقنع اتحاد القوى، ويبدو أن المرحلة القادمة لا تبشر باستقرار سياسي في العراق، ويبدو أن محاولات الذهاب إلى تسويات مريحة ذهبت في مهب الريح. قانون الحشد الشعبي يمنحه الحصانة النيابية، واعتراض اتحاد القوى ينذر بأزمة سياسية، أزمة تأتي في ظل الجولة الأخيرة للقضاء على داعش، وسط خشية من انعكاسات سلبية للخلافات السياسية على واقع الحرب على الإرهاب. أشرف محمد العزاوي، آرتي، بغداد.